بيتكلم الفيلم عن قرية على جبل جليد، وكل اللي عايشين فيها خرفان ما عدا كلب واحد بس اسمه كامبا. والكلب ده بيربي كلب صغير اسمه بودي كأنه ابنه، بيخلي باله منه، وبيعيش كل الخرفان في سلام، وبيبقى كل همهم الموسيقى وانهم يلحنوا الحان حلوه. بس الدنيا ما بتفضلش ماشيه معاهم حلو للنهايه، لما بيوصل الذئاب اللي عايزين ياكلوا الخرفان ويهجموا على القريه. لما بيعرف كامبا باللي حصل بيجهز نفسه، بيروح علشان يهجم على الذئاب، وبيستخدم السلاح اللي اتمرن عليه، وبيخليه يطلع نار من ايده علشان يهزمهم ويطردهم من البلد للابد. بس بعدها بيقول كامبا اننا لازم نبقى مستعدين وما ينفعش نضيع وقت في اي حاجه. ولما بيلاقي بودي وباقي الخرفان طول اليوم بيعزفوا، بياخد منهم الالات الموسيقيه علشان يرميها في مخزن، ويقفل عليهم الباب بالقفل، ويقول احنا من النهارده هنعمل جيش وهنتمرن كل يوم الصبح علشان لما تهجم الذئاب تاني نبقى مستعدين. وبيفضل بودي كل يوم الصبح يروح يصحي كل الخرفان، وبياخدهم معاه للقلعه اللي كامبا بيدربهم فيها، وهناك بيلبس كل خروف فيهم دروع على شكل كلب علشان يبدا التمرين. بس بيقول له بودي انا مش عايز اتمرن معاهم، ما انا بتمرن كل يوم وخلاص بقيت قوي. علشان يقول له كامبا روح بسرعه اتمرن تاني وقول لي لما تخلص. وبيروح له كامبا بعدها يقول له وريني طورت السلاح وتقدر تطلع نار من قبضتك ولا لا. علشان يفضل بودي يحاول لحد ما يفشل، ويقول لهم كامبا خلاص التمرين خلص وكل واحد يروح على مكانه. بس بيكون في درع وقع علشان يجري بودي وراه، ويلاقي الطيور شايلاه وطايره بيه، ويفضل يجري وراهم لحد ما يشوف طياره قربت منهم. ولما بتلاقي الطيور بتتحرك الطياره ويقع منها راديو على الارض، بيقول لهم بودي استنوا في حاجه وقعت، بس بيلاقي الطياره كملت طريقها عادي. وبيقعد بودي قدام الراديو مش فاهم ايه ده، وبيفضل يلعب في المؤشر لحد ما يلقط ويجيب صوت علشان يظبط التردد، ويقعد يسمع اغنيه شغاله ويفضل يرقص وهو مبسوط. ولما بتخلص الاغنيه بيلاقي القناه عامله لقاء مع المغني اللي اسمه انجوس، اللي بيقول ان الموسيقى دي ادمان، ولو الواحد حبها عمره ما هيقدر يسيبها ابدا. علشان يعجب الكلام بودي ويقول صح انا مدمن موسيقى علشان كده مش قادر ابعد عنها. وبيروح يطلع الجيتار بتاعه ويفضل يلعب عليه لحد ما ابوه يشوفه ويقول له ايه الهبل ده، انا مش قلت محدش في القريه دي يعزف وكله يركز على الحراسه. بس بيقول له بودي انا سمعت مغني النهارده بيقول ان الموسيقى ادمان، وانا زهقت من التدريب وكده كده مفيش حد هيجي. وبيتضايق كامبا علشان يعمل خطه ويصحي بودي من النوم، يقول له اقعد احرس المخزن ده، ويروح مع 3 خرفان صغيرين علشان يلبسوا زي الذئاب، ويدخل على بودي اللي لما يشوفهم بيطلع يجري على القريه. وبيفضل بودي ينادي بصوت عالي على الخرفان ان الذئاب وصلت علشان كله يفضل يجري لحد ما يخبط بودي في شغله وتحرق المخازن بتاعه الاكل، وبتتضرب الالعاب الناريه لحد ما يلوم كامبا خلاص ده انا وكنت بس بعمل اختبار. وبيروح تاني يوم يقعد في البار مع فالنت اللي بيقول له انت محارب وعايز تحمي البلد، بس بودي صغير وعايز ينطلق ويغني فسيبه براحته. وكده كده لو الذئاب وصلت تفتكر بودي هيعرف يحمي البلد اصلا؟ انت شايف هو ملوش غير في الاغاني وبس. لما بيقعد كامبا يفكر شويه بيعرف ان الكلام ده صح، علشان يروح لبودي اللي واقف زعلان ويقول له انا هعمل معاك اتفاق، انت سبت مكان حراستك امبارح وهربت واثبتت انك مش حارس وكل همك الموسيقى، انا هديك تذكره اتوبيس علشان تروح بيها المدينه زي ما صاحبك انجوس اللي انت سمعته على الراديو قال، بس لو فشلت وما قدرتش تثبت نفسك لازم توعدني انك هترجع جبل الجليد تاني وتفضل ملتزم بالحراسه. علشان يوافق بودي وهو مبسوط، وياخد معاه الجيتار بتاعه ويجري وهو عمال يسلم على كل اللي في البلد، وبيطلع بين الجبل علشان احنا شايفين كلب طالع من جبل الجليد لوحده، وبيوقف الاتوبيس اللي رايح المدينه علشان يقول لهم لينكس الكلب ده طالع لوحده حلو جدا، امشوا وراه لحد ما تخطفوه، ولو فشلتوا هزعلكم. علشان يقفل معاه سكوز ويقول لصاحبه يلا بينا بسرعه وراه قبل ما يهرب. وبيفضل بودي راكب الاتوبيس وفرحان قوي ومش فارق معاه كل الجليد اللي عمال يطير عليه لحد ما يوصل المدينه. ولما بيجي نازل بيحاول يسال السواق الحديقه اللي الناس بتغني فيها فين، بيقفل في وشه الباب علشان ينزل بودي الشارع، وبيفضل ماشي وهو منبهر بالمنظر، وبيوصل ريف وسكوز وراه علشان يحاولوا يخطفوه، بس بيطلعوا اغبياء والحبل مش بيمسك في بودي اللي بيفضل ماشي ولا كأن في حاجه حصلت. وكل ما يقابل واحد يساله الاقي الحديقه فين لحد ما عربيه تخبطه ويفضل يترمي من حته لحته لحد ما يسمع صوت الموسيقى جاي من حديقه بعيده، علشان يفضل يجري لحد ما يوصل لها ويلاقي كل اللي فيها بيعزف والدنيا معاهم جميله. وبيقف قدام فرقه ما فيش فيها عازف جيتار، بس قبل ما يطلع جيتاره بيوصل تري ويقول له انت بتعمل ايه مش شايفني قدامك، ويقول له بودي انا عايز انضم للفرقه علشان يقول له انا عندي ليك حل حلو، احنا هندخل تحدي ولو عزفت احسن مني تنضم للفرقه. وبيفضل تري يعزف وهو عمال يعمل حركات
حركات لحد ما يكسب بسهوله ويقول لبودي انا مش عايز اشوف وشك هنا تاني. وبيروح بودي يقعد على جنبه وهو زعلان لحد ما يروح للجيم ويتدرمى ويقولوا له ما تزعلش نفسك، هو تري دايما كده. لما بيسمعوا تري بيجيب سيره انجوس بيقول له انت عايزه يعني؟ بص انت اطلع التل ده هتلاقي بيته هناك، خبط عليه وهيدخلك بسرعه ما تقلقش. علشان يجري بسرعه بودي لحد ما يوصل لبيته. لما بيلمس الباب بيتكهرب ويترمي بعيد. وبيكون في الوقت ده المنتجين عمالين يهزقوا انجوس ويقولوا له قدامك 3 ايام وتسلمنا الاغنيه والا هنرميك في الزباله. وبيرجع بودي تاني علشان ينط من فوق الباب ويفضل يجري من المصايد اللي محطوطه في بيت انجوس لحد ما يتمسك ويتعلق على الباب علشان يشوفوا انجوس في الكاميرا ويرميه بره البوابه تاني. وبيقعد بودي جوه الصندوق زباله علشان يستخبى من الشتاء لحد ما تاخدوا عربيه الزباله معاها. وبيعرف لينكس ان الكلب هرب من المساعدين بتوعه علشان يقول لهم لو ما اتمسكش هقتلكم انتوا ويقفل في وشهم السكه. وبنرجع تاني لانجوس اللي قاعد عمال يحاول يالف اي اغنيه ومش لاقي اي كلمات لحد ما يسمع صوت بودي المزعج واقف يلحن تحت الشباك علشان ينزل له ويقول له انت بتعمل ايه هنا؟ مش عارف ان الصوت ده مزعج ويخلي الواحد مش عارف يركز. ولما بيقول له بودي انا مش مصدق عيني انت انجوس الاسطوره، بيقول له لا مش انا الجنايني بتاعه. وبيعدي اتوبيس سياحي علشان اول ما الناس تشوف انجوس واقف بيجروا وراه وعايزين ياخدوا صوره معاه. وبيقول له بودي انا كنت متاكد انه انت بس عايز تخلع مني. ويفضل يجري معاه من الناس ويقول له ايه رايك تديني دروس في الموسيقى؟ بس بيقول له انجوس لا ما ينفعش واخلع بقى وفكك مني لحد ما اشوف حل اللي انا فيه ده. وفي نص الطريق بياخدوا بودي وينط بيه في صندوق زباله ويقول له خليك مستخبي لحد ما الناس تمشي علشان يطلع بودي يقول له ايه رايك تاكل بيتزا من الزباله؟ علشان يقول له انجوس ايه القرف ده، لو عايز تساعدني اديني اجره التاكسي اللي وصلني البيت وخلاص. بس بيقول له بودي انا عندي فكره اجيب بيها فلوس. وبيفضل يعزف ويستني اي حد معدي يعطف عليه بس من غير فايده علشان يقول له انجوس سيب الجيتار ده وانا اللي هعزف. وبيكون في الوقت ده ريف وسكوز وصلوا بالعربيه وشافوا بودي وهو بيعزف علشان يطلعوا مكنسه كهربائيه ويروحوا للمكان اللي المفروض كان واقف فيه. بس بيكون بودي واقف مع جيروم ويدرما علشان يقول لهم انا قابلت الاسطوره وواقف معاه دلوقتي. ولما بياخدهم علشان يشوفوه بيكون الذئاب اخدته على اساس انه بودي وراجعين بيه للينكس الزعيم بتاعهم. اول ما بيفتح المكنسه بيلاقي اللي طالع له قطه علشان يقول لهم ايه الغباء ده وانا ما اعرفش اعتمد عليكم ابدا. وبيطلع انجوس يقول لهم مين الحمار اللي ماسككم هنا علشان يروح للينكس ويقول له انت مش عارف انا مين وازاي تعمل حاجه زي كده، وخليك عارف انك لو ما رجعتنيش الدنيا هتتقلب وكله هيجي لك هنا علشان يعرف انا رحت فين. ولما بيلاقي لينكس الموضوع كبر بيقول للمساعدين بتوعه رجعوا الاهبل ده لبيته وانا هديكم لاخر الاسبوع لو الكلب ما جاليش لحد عندي هخليكم تشتغلوا في المناجم طول اليوم وبيوروني هتعيشوا ازاي بعدها. وبياخدوه الذئاب يرموه تاني قدام باب بيته وبيفضل قاعد مش عارف يعمل ايه لحد ما يتصل بيه المنتج تاني ويقول له قدامك لحد بكره الساعه 6 لو ما بعتش الاغنيه كامله وخلصانه هحطك بايدي في صندوق الزباله. علشان يفضل انجوس قاعد مكتئب ومش عارف يعمل ايه لحد ما بيسمع صوت بودي المزعج تاني جاي من الشباك علشان يقول انت اخر حل قدامي، لو عرفت تعمل اي حاجه تبقى انقذتني. وبينزله تحت ويقول له تعالى مش انت عايزني اديك دروس في الموسيقى؟ انا موافق يا سيدي ادخل بسرعه وما تلمسش حاجه علشان هتتكهرب. وبيدخل بودي البيت علشان يفضل منبهر بالمنظر لحد ما يقول له انجوس انجز واختار جيتار بسرعه بس خلصني. وكل ما يحاول بودي ياخد جيتار شكله حلو يقول له انجوس لا ما ينفعش ده لحد ما يجيب له جيتار قديم شكله مقرف ويقول له ده اخرك. وبياخده معاه اوضه التسجيل ويقول له سمعني بقى كنت بتقول ايه تحت علشان يغني بودي اغنيه عن الزباله. بس بيقول له انجوس لا انت كده جاي تهزر، زباله ايه وقرف ايه. وبيفضل بودي يحاول يكتب معاه اغنيه عن اي حاجه تانية لحد ما يقول له انجوس بس اثبت على اللحن ده وانا هظبط الباقي. وبيقف بودي علشان يفضل يلعب على الجيتار لحد ما يطلع نار ويهد الاوضه بس بتكون الاغنيه خلصت. وبيقول له انجوس مش مهم الاوضه تولع، المهم ان الاغنيه خلصت وانت كده خلصت اول درس ليك النهارده ونشوف ميعاد الحصه اللي جايه امتى، بس ما تجيش بكره يعني ولا بعده، بص انا هبقى اجيلك علشان اقول لك. وبيخلعوا انجوس من البيت وبيفضل قاعد متكيف بعد ما عمل الاغنيه. بيفضل بودي ماشي لحد ما يرجع الحديقه تاني ويقابل كل اللي كانوا بيتريقوا عليه علشان يقول لهم دلوقتي هيعمل انجوس لقاء وهتعرفوا اني انا اللي ساعدته في كتابه الاغنيه. وبيتجمع كل الحيوانات جنب الراديو ويفضلوا مستنيين يسمعوا اللقاء لحد ما يطلع انجوس ويتكلم. لما بيسالوا المذيع ايه قصه اغنيتك الجديده بيقول له دي اغنيه انا مغنيها من القلب وقصتها اني كنت واقف زعلان جنب الشباك لحد ما سمعت صوت تحت ولما نزلت اشوف مين اللي بيغني لقيت مفيش حد واقف. لما بيسمع بودي الكلام ده بيقول ازاي ده كذاب اكيد هيجيب سيرتي دلوقتي. بس بيكمل انجوس علشان يقول انه فكر في جبال الجليد
الجليد وقعد يغني لحد ما خلص التحفة الفنية الجديدة. وبيفضل تري يقول لي بودي عرفت بقى انك كذاب وعمرك اصلا ما شفت القط، وبيتعدي جيروم عليه علشان تقول له ما تقلقش انا مصدقاك، ولو عايز تيجي معانا احنا هناكل مكرونة في مكان قريب. بس بيفضل بودي واقف زعلان ومش عايز يتكلم مع حد. وبيكون برضو انجوس قاعد في بيته وضميره عمال يأنبه علشان ما جابش سيرة بودي، ويقول انا لو كنت قلت ان هو اللي مألفها محدش بعد كده هيعتبرني موهوب. بس بياخد العربية بتاعته ويقول انا هروح اعتذر له خلاص. وبيكون بودي لسه واقف زعلان في الشتاء لحد ما توصل عربيات الذئاب وتحوته، وبيطلعوا كلهم يضربوا بعض. بس في واحد بيجيبها فيه علشان ياخده معاه وهو مربوط ويوديه للينكس. وهناك بيقول له لينكس انت لازم تعترف علشان انت عارف لو ما اعترفتش هعمل فيك ايه. بس بيقول له بودي انا مش هقول لك على جيش الخرفان، ويقول لينكس الجيش خرفان يبقى كل اللي بشوفهم دول خرفان ولابسين درع كلاب. حلو قوي انا ههجم على القريه واحطه بودي في الحلبه مع جريس. ويوصل في الوقت ده انجوس بعربيته علشان يشوفوا جيرم ودرما وهو بيدور على بودي، ويقولوا له انت طلعت تعرفه بجد. فبيقول لهم تعالوا بسرعه في العربيه علشان في اثار عجل على الارض ودول اكيد الذئاب اللي خطفوني قبل كده. ويبص بودي علشان يلاقي نفسه واقف في حلبه مع ديب ضخم، وبيفضل خايف منه لحد ما يفضل يهرب من ضرباته لحد ما يهد الحلبه علشان يطلع يجري منها، وهو عايز يرجع ينقذ قريته قبل ما الذئاب تدمرها. لما بيطلع بيلاقي انجوس مستنيه علشان ياخده معاه في العربيه ويقول له احنا لازم ننقذ القريه قبل ما يعملوها خرفان مشويه. وفي الوقت ده بيكون الذئاب دخلت القريه وقبضوا على كامبا اللي كان بيحاول يدافع عن جبل الجليد لوحده. قبل ما تقتله الذئاب بيوصل بودي ومعاه الجيتار بتاعه ويفضل يجري منهم لحد ما يقف على فروع الشجره، ويقول لكامبا ما تقلقش انا عرفت اوصل للنار اللي جواها ازاي. ويفضل يلعب على الجيتار لحد ما يطير كل الذئاب ويرجعهم ارضهم تاني. ويقف انجوس علشان يقول للناس كلها ان بودي ده كان هو مؤلف الاغنيه وهو اللي الهمهم باللحن بتاعها اصلا علشان ينظم حفل تحضره كل سكان الجبل، ويفضل يغني فيه بعد ما قدر يهزم الذئاب بالموسيقى مش بالعافيه ولا بالجيش. وبس كده بيخلص المنى. اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا، ما تبخلش علينا باللايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. واشوفكم على خير ومع السلامه.